عقد البيع هو واحد من أخطر وأهم العقود في القانون المدني، لأنك ببساطة بتنقل ملكية مقابل ثمن. فلو العقد فيه مشكلة ممكن تخسر الملكية وتخسر فلوسك. يعني ممكن في لحظة تكون بتشتري شقة أحلامك، أو عربية جديدة لأول مرة، أو حتى قطعة أرض بتخطط تبني عليها مستقبلك، وطبعا هتمضي عقد بيع. لكن السؤال، هل العقد ده صحيح؟ هل مكتوب بطريقة تحميك؟ ولا ممكن تكتشف بعد كده إن أنت ضيعت حقك بإيدك؟ في البداية أوضح لحضرتك يعني إيه عقد بيع. عقد بيع ده اتفاق بين طرفين اللي هما البائع والمشتري. البائع بيلتزم بنقل ملكية شيء اللي هو المبيع، والمشتري بيلتزم بدفع مقابل مالي اللي هو الثمن. طب إيه أهم شروط صحة عقد البيع؟ أول حاجة الرضا. الرضا الكامل بين الطرفين، يعني مفيش ضغط أو خداع أو غلط أو تدليس، لأن لو في غش أو إكراه العقد ممكن يبطل. تاني حاجة الأهلية القانونية. لازم يكون أطراف العقد بالغين عندهم أهلية التصرف. يعني مثلا لو العقد من قاصر أو من مجنون بيكون العقد باطل أو قابل للإبطال. ثالث حاجة محل البيع لازم يكون موجود ومشروع، يعني ما ينفعش تبيع حاجة وهمية أو شيء مخالف للقانون. رابع حاجة ويعتبر أهم ركن هو الثمن. لازم يكون حقيقي ومعلوم، يعني ما ينفعش تكتب في العقد مثلا إن البيع ده مقابل ثمن هنتفق عليه في المستقبل، أو تكتب ثمن صوري عشان تتهرب من الضرائب مثلا. من الكلام ده نفهم إمتى يكون عقد البيع باطل أو قابل للإبطال. لو المبيع غير موجود أو غير مشروع، زي بيع المخدرات مثلا، أو بيع أرض ملك الغير، أو لو حصل تدليس أو غش أو ضغط على أحد الأطراف. كمان لو أحد الأطراف ناقص الأهلية أو عديم الأهلية، أو لو الثمن صوري أو غير حقيقي. فالتحذير اللي عاوز أوصله لك، إياك تمضي عقد بيع بدون ما تتأكد من بيانات البائع، سند ملكية البائع، خلو المبيع من أي حقوق للغير، وتثبت بعقد البيع سدادك لكامل الثمن، وتشوف إمكانية التوثيق أو التسجيل. ولازم تطلب من البائع يحرر باسمك توكيل رسمي بالشهر العقاري بالبيع للنفس والغير. خلاصة الكلام، عقد البيع مش مجرد ورقة، دي وثيقة قانونية بتحميك وبتدينك. فكر قبل ما تمضي، واستعين بمحامي قبل ما تغامر، لأن حقك مش لعبة. وعقد البيع بالنسبة لك هو خط الدفاع الأول. افهم عقدك عشان ما تندمش بعدين. وفي النهاية، لو مهتم بالقانون تابعني.